عمرك سألت نفسك ليه في لعيبة كرة قدم بتوصل لدرجة إنهم يتعلموا لغة جديدة أول ما يجيلهم عقد احتراف في بلد أجنبية، ويتكلموا لغة البلد الجديدة في خلال شهور قليلة وممكن كمان أسابيع؟ والانتقالات ما بين نادي والتاني أو دوري والتاني بتخليه يتقن لغات كتير في سن صغير. كريستيانو رونالدو مثلا بيتكلم إنجليزي وأسباني وإيطالي، وليه فيديوهات بيتكلم فرنساوي وروسي، وممكن قريب كمان يتقن اللغة العربية، يعني 7 لغات أجنبية. فالنهاردة هنحاول نعرف السر ورا سرعة تعلم اللعيبة للغة، والأسباب والطرق اللي بتخليهم يتعلموا بسرعة ويحافظوا على اللغة بعد كده. كمل معايا لحد الآخر عشان نطلع بخطة تقدر تطبقها على نفسك. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول سبب هو البيئة اليومية، بتحوطه اللغة من كل اتجاه. اللاعب مش بياخد درس ساعة في اليوم، لا هو بيعيش اللغة في يومه كله. في التمرين المدرب بيشرح باللغة الأجنبية، في أوضة اللبس زمايله بيتكلموا باللغة الأجنبية، المقابلات لازم يرد بلغة الجمهور، الحياة اليومية في المطاعم وفي الأسواق والجيران والصحافة، حتى لو في مترجم معاه فهو بيسمع كلام المدرب الأول بلهجته ونطقه وتعبيرات وشه، فأكيد هيلقط كذا جملة من اللي سمعهم ويعرف ترجمتهم. فبكده دماغه بتربط اللغة بالموقف الفعلي مش بالترجمة، يعني الجملة بتتخزن في عقله بالمشهد اللي اتقالت فيه، وده اللي بيخليهم يتكلموا بسرعة في خلال شهور وأسابيع، لأن دي الطريقة اللي الطفل اتعلم بيها لغته الأولى، لغته الأم، بالسمع والتكرار والتفاعل والممارسة اليومية. في أسلوب لتعليم اللغة بيسموه الانغماس اللغوي، immersion learning. معناه ان انت ترمي نفسك في البحر، ان انت ترمي نفسك في بحر اللغة، بمعنى تخلي اللغة محوطاك من كل اتجاه، تتكلم في اي موضوع وتحكي اي موقف بيقابلك في يومك باللغة الأجنبية. مش بس بتقول الجمل اللي انت محضرها وحافظها في مواضيع انت عارفها، لا بترتجل وبتتكلم عفوي حتى لو هتغلط، بس المهم هتكسر حاجز التوتر وهتفكر باللغة أسرع. عشان كده بيستخدموا الأسلوب ده في كورسات اللغة وفي مدارس اللغات والجامعات، بيدرسوا بقية المواد العلوم والحساب بالإنجليزي أو الألماني، وكل كلامهم جوه الفصل بيبقى بالإنجليزي. فحاول تحاوط نفسك باللغة، تسمع فيديوهات وبودكاست من أهل اللغة نفسهم في مواضيع مختلفة وجديدة عليك، وتتابع صفحات سوشيال ميديا باللغة اللي انت بتتعلمها، واحكي اللي حصل في يومك كل يوم باللغة اللي انت بتتعلمها. حاول تحاوط نفسك باللغة من كل اتجاه. ودلوقتي النت فاتح الفرصة ليك انك تتفرج وتسمع اللي انت عايزه، فاربط اللغة بالحاجة اللي انت بتحبها. يعني مثلا في لاعب كوري اسمه هيونج مين سان، بيقول انه لما احترف في ألمانيا من الحاجات اللي كانت بتساعده يتعلم ألماني انه كان بيتابع كرتون سبونج بوب بالألماني. تاني سبب ان عندهم مدربين لغة متخصصين، المصدر اللي هم بيتعلموا منه مصدر تعلم ثقة موثوق فيه، لأن الأندية الكبيرة بتوفر مدرسين متخصصين لتعليم اللعيبة لغة البلد اللي هم فيها، أو بيبقى في مراكز بتقدم كورسات لغة مخصصة للعيبة الكورة. فالمدرس بيبقى محدد من خبرته اللاعب محتاج ايه من اللغة في مجال كرة القدم، وأسهل وأسرع خطة توصله للي هو محتاجه. فحاول تختار مصدر موثوق فيه تتعلم منه اللغة عشان ما تشتتش نفسك من غير خطة واضحة. وهنا بيجي دور السبب الثالث. السبب الثالث هو تحديد الهدف من اللغة والتركيز عليه، ان بيبقى هدفه مستوى اللغة المفيدة مش اللغة الكاملة او المثالية، لان اللغة بحر واسع، فبتحتاج ان انت تحدد هدفك من تعلم اللغة والوجهة بتاعتك اللي هتمشي في اتجاهها. فهنا لعيب الكورة بيركز في الأول على الجمل اللي هيقولها لزمايله في الملعب، الجمل اللي بيقولها المدرب، الأسئلة اللي بيسألها الجمهور والصحافة في اللقاءات والمؤتمرات، لأنه مش محتاج في البداية يجمع حصيلة جمل وكلمات في مجالات تانية زي الاقتصاد أو الفيزياء مثلا. فالتركيز على هدف محدد واضح والتعلم المكثف على مجال كرة القدم بس هو اللي بيظهر النتائج بسرعة،
ويبان مستوى التطور العملي في شهور قليلة أو أسابيع قليلة كمان. المتخصصين في اللغة لما حللوا تجربة كريستيانو رونالدو في تعلم اللغة الإنجليزية لاحظوا إنه مع الوقت بقى بيركز إنه يتكلم في لقاءاته وحواراته في التلفزيون بانسيابية وبراحة ورتم طبيعي من غير تقطيع أو تلعثم ولخبطة. حتى لو هيغلط في القواعد والجرامر أو الأزمنة وحروف الجر، الأولوية عنده والأهم إنه يتكلم وهو مرتاح وكلامه يبقى مفهوم. ده اللي هيخلي الحلقة حلوة والمشاهد يستمتع بكلامه. فهدفه هنا مش المثالية والدقة وكل القواعد يطبقها صح، هدفه الطلاقة. عشان كده حطوا قاعدة إن الاستمرارية والممارسة بتوصل للطلاقة، والطلاقة هي اللي بتوصل للدقة اللغوية. اللي يوضح لك ده أكتر إن كريستيانو كان في حدث ترويجي في اليابان، وكان في ولد ياباني صغير حاول يتكلم بالبرتغالي قدام رونالدو، فبدأ بالتحية كويس وبعد كده اتلخبط في بقية الجمل والأسئلة، فالجمهور ضحك بسبب طريقة نطقه وبطء الكلام. لكن رونالدو اتصرف بموقف راقي جدا وقال للمترجم هما بيضحكوا ليه، هو بيتكلم برتغالي كويس جدا والمفروض يكونوا مبسوطين لأنه بيحاول بكل جهده. الموقف ده موقف إنساني محترم، وكمان بيوضح أسلوب رونالدو في تعلم اللغات، إنه فاهم قد إيه ده بيحتاج شجاعة ومجهود، وإنه بيقدر قيمة التعلم بالمحاولة مش بالكمال، وإن كل حاجة تبقى صح 100%. السبب الرابع هو الدافع النفسي. لعيب الكورة في فترة الاحتراف بيعيش حلمه، بيبقى وصل للمكان اللي كان بيحلم بيه واتحط على طريق النجاح، فاللغة بالنسبة له خطوة لقدام في طريق حلمه اللي هو وصل له وماشي فيه بالفعل. فمفيش ملل، مفيش إحباط، الدافع النفسي عنده قوي وواضح. محمد صلاح لما اتسأل عن فترة بداية احترافه في نادي بازل السويسري قال الجو كان بارد وما كنتش بتكلم انجليزي وما كنتش بعرف اتكلم اللغة اصلا، ومفيش حد في النادي كان بيتكلم عربي. كانت فترة صعبة جدا لكن كنت محتاج اتأقلم مع الوضع، يا اما ارجع، مفيش اختيار تالت. فلما تبدأ تتعلم لغة جديدة خلي الدافع النفسي بتاعك قوي، خلي النتيجة قدام عينك، بص لقدام وتخيل حلمك وان انت وصلت له. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.